أنا ريم الأنصاري ودي بودكاست في عالم موازي. النهاردة هتكلم مع حد كان ليه تأثير كبير قوي في الهوسبيتاليتي بيزنس. هتكلم مع founder and CEO of Baki Hospitality. هاي أيمن، هاي ريم، ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ميرسي على الانترفيو اللذيذ ده اللي هنقعد نتكلم فيه وندردش. ان شاء الله هيكون لذيذ جدا. بص بقى، انا دايما بحب ابدا بسؤال عشان بحس ان السؤال ده بيخلي الواحد يبقى grounded شويه وبيفكر في دلوقتي. انت النهارده بعد كل اللي عملته في حياتك ممتن لايه؟ دي دخلة تقيلة قوي. ده لسه ده بنسخن. ممتن لإيه؟ take your time. on a personal level طبعا وعلى work level، يعني ممتن لإيه؟ بصي، الواحد أنا تقريبا داخل على 50 دلوقتي. مم. 50 سنة اللي فاتوا دول أنا اتفرمت فيهم. I went through a lot of different experiences طبعا كتيرة جدا، بس اللي ممكن أقولهولك إنه أكتر حاجة بتريح ضميري وقلبي وفكري إنه I go back للprinciples اللي اتربيت عليها وأحاول أعملها refreshment و try and stay كمان قريب من ربنا as much as I can. غير كده هيحصل توهان فظيع. مم. ف this is what I'm working on الفترة يعني السنين اللي فاتت يعني. work wise من ناحية الشغل، أنا من طبيعتي بحب أكبر الناس قوي وإنفست فيهم. نفسي أشوف الناس اللي شغالة في باكي هوسبيتاليتي تكبر، ولما بشوفهم بيكبروا وحياتهم بتتقدم I feel I've accomplished جزء من my purpose in life by giving back to my team, sharing all my knowledge and experiences معاهم، وأحسسهم إنه هم مش موظفين في الشركة، هم شركة في الشركة. صحاب بيت. صحاب بيت بالظبط كده. ف I hope إن أنا أقدر أكمل المشوار ده. I think we're doing not bad عشان بعرفها من التيرنوفر بتاع الموظفين. It's very low. كويس. طيب خلينا نروح ورا شويه وبعدين نرجع تاني بقى للكورنت بزنس بتاعتك واللي انت قدرت تحققه في 20 سنه اللي فاتوا، صح؟ It's about 20 years. the in the restaurant business من 2002. النهارده 22 سنه. اوكي، ما شاء الله. طيب انت وانت صغير، اوكي، كنت مين؟ كنت الشخص اللي هو يعني الطفل اللي هو الشقي اللي بيعمل مشاكل ومصايب وبتاع، ولا كنت الهادي السهون اللي بيقعد كده في الكورنر ويفكر، ولا كنت شاطر، كنت مش شاطر؟ يعني احكي لي عن نفسك انت، يعني وانت صغير بقى كنت عامل ازاي قبل خالص ما تخش الجامعة وقبل ما تبدأ تكتشف نفسك بجد يعني. بص، انا هقولك على حاجه because انا اتولدت في انجلترا. بابا ساعتها كان بيعمل دكتوراه في الطب FRCS في ساندرلاند. اتولدت في ساندرلاند وبعد كده اتنقل هو لندن، فرجعنا لندن. قعدت أول تقريبا I think 7 years of my life or 6 years of my life في إنجلترا. دخلت kindergarten and primary school هناك.
كنت عايش مع جدتي الله يرحمها وخالي وأمي وأبويا، وحضرت actually فرح on TV يعني والcelebrations at Prince Charles وديانا في الوقت ده 1981 I think. وبعد كده بابا جات له شغلانة في الكويت، فسافرنا الكويت قعدنا فيها 11 years or 12 years تقريبا 11 years. فعشت في الكويت، دخلت مدرسة اسمها نيو انجلش سكول and then my sister came واتولدت هي في الكويت. فكنا الكويت مش زي مصر خالص. يا دوبك كانوا يعرفوا شلتين تلاتة، هم الشلتين تلاتة دول بنتنقل من بيت لبيت. I was a very quiet boy. بسمع الكلام، مش شقي خالص. ما كنتش شاطر قوي بس ما كنتش فاشل، يعني كنت بعدي. بس كنت بتأثر ايزلي جدا بالبير بريشر. يعني كان عندي واحد صاحبي في المدرسة مشاغب، يشدك بقى فبيشدني بقى الحاجات دي، بيوقعني في الغلط زي ما ابني بيحصل له دلوقتي حالا في المدرسة. تيبيكال يعني، لأن هو جينات يعني. المهم حرب الكويت قامت 1990 I think أو 91. فجدي الله يرحمه توفى يومين قبل ما العراق يخشوا على الكويت. فجينا على هنا عشان نحضر العزاء على اساس ان احنا نرجع تاني الكويت. ما جالناش الفرصه ان احنا نرجع لانه كان خلاص العراق دخلت الحرب. دخلوا 1/8 واحنا جينا يوم 27/7. ف my father lost everything، ما عرفش يرجع خالص. والخطة كانت أصلا إن أنا أخلص المدرسة في الكويت واجي على الAUC ستريت. لما جيت على هنا كان فاضل لي سنة IGCSE، ف I did through the British Council. دخلت اضطريت لازم أخش عن طريق المدرسة، فدخلت مانر هاوس لمدة سنة. ومن هنا ابتديت أتعرف على صحابي اللي هم صحابي الأنتيم دلوقتي في المدرسة، وانا اصلا من نادي هليوبلس. فابتديت اتعرف على ناس جديده completely. I lost all my friends اللي هناك، العراقيين والكويتة والفلسطينيين والاردنيين اللي عايشين هناك. يعني تروما برضو شويه. It was shocking لانه انا شفت اهلي بيتفرجوا على CNN وبيعيطوا وبيصرخوا لانه كل الاستثمار والفلوس والبيت والعربيات كل ده راح. فلقيت ابويا بيعيط وتعبان ولانه لسه هيبتدي حياته من الزيرو تاني at the age of 46. فتروما طبعا تروما. اتعلمت كتير قوي من موقف اللي انا شفته كولد عندي 16-17 سنة بتفرج على اهلي وهم مكسورين بالطريقة دي، ان انا I don't want to be put in this position ever. وعرفت انه الواحد انا عمري ما كنت عايز ابقى طبيب زي بابا يعني. فبس عرفت ان انا مش عايز ابقى موظف. من هنا يعني عرفت early on. من هنا قلت I don't want to be an employee. بس ما عنديش الامكانيات ان انا ابتدي لوحدي. انا اهم حاجة دلوقتي بالنسبة لي ان انا عايز اهلي يبقوا فخورين بيا. عشان يبقوا فخورين بيا الاستثمار اللي هيعملوه، لانه باعوا كام حاجة عشان يدخلوني الAUC، لازم ارجعه لهم بان هم اشرفهم. صح. هل انا مقتنع؟ ما كنتش مقتنع، انا كنت بذاكر بس عشان هم ينبسطوا. اللي حصل بقى ان لما جيت مصر اتجننت خالص بعد لما خلصت الIGCSE واول سنة جامعة. انا من طبيعتي ابتديت اتعرف على ناس كتير جدا، become very actively socially active، وجننت خالص. واول سمستر I scored a GPA of 0.8. لانه كان طول نهار خارج وبهيص وgoing out وراح المعادي، وانا اصلا ساكن في مصر الجديدة، وبنزل على بارز والنايت كلابز ولا كده طول نهار. لغايه لما ابويا كلمني يعني مش هينفع. فابتديت الم نفسي شويه وابتديت اشوف صحابي بيعملوا ايه وبيذاكروا دحاحين موت وبزنس ادمنستريشن وميكانيكال انجينيرنج
قلت لا انا كده هضيعهم، فحاولت لميت نفسي شويه. in the meantime في سنة ونص الاولين بتوع الاي يو سي ده I did networking worth value كبير جدا، اللي هو موقفني على رجلي لغايه النهارده. و I felt it and I بس انت felt it. عملتها وانت مش يعني مش ده عاملها عشان كده، انت مش مش متخططه، مش متخططة. متخططه، بس I think because I was genuine امم وكنت على طبيعتي جدا. صحابي والناس اللي اعرفهم والمعارف بيحبوك. بتاعي حبوني. ومن هنا انا استغلت القصه دي ان انا ابتدي اعمل ان ايفنت. اول ايفنت ده كان اعمله امتى بقى؟ 1994. كنت اتخرجت؟ لا كنت اتخرجت لسه في 96. الجامعة. اوكي. لان انا فاكر بابا لما قال لي انت اول لما تتخرج اللي اقدر اعمله لك ان انا هجيب لك عربيه واديك 10,000 جنيه. ف this was in my mind. فقلت بس انا 10000 جنيه ساعتها برضو كانوا ممكن، كانوا آم، يعني مش زي 10000 جنيه دلوقتي لا يعني طبعا. فاهم؟ لا. غير ان انا فورتهم في ثانيه لانه مم. عملت stupid investments. يعني كان ساعتها بقى كل اصحابي بقى حاطين فلوسهم في البورصه وصناديق استثمار، وانا ما فهمش خالص في الحاجات دي. مم. يعني اعمل ماينر ايكونومكس مش تعرفي، بس انه يعني دراسه الايكونومكس ملهاش دعوه بالتطبيق اهو خالص يعني. اهو هتروح بعيد ليه؟ خدت ال 10,000 major جنيه دول economics. حطيتهم في صندوق استثمار تبع بنك، خسروا. سحبتهم بقوا 1500 ولا 2000. قلت لا خلاص I need to start. وخايف اطلب منه اي حاجه. فايدت بقى ايفنت هنا، كوربريت ايفنت هنا لوحدي، يعني ما عنديش ستراكشر يعني كده مع نفسي يعني. فلقيت اقبال. لقيت انه ناس كتيره بتكلمني وعايزه تيجي، ببيع تيكتس وبعمل فلوس وبتتحوش تحويشة في 2 في 3 في 4. وبعد كده كنت شغال لما اتخرجت في 96 ماس كوميونيكيشن ميجر وماينر ايكونومكس. اشتغلت في اوراسكوم. مم. اول شغلانه بالنسبه لي كانت اوراسكوم بروجكتس اند تورستيك ديفلوبمنت في ميدان سفنكس. كنت ماركتنج اكزيكتيف للجونه. مم. فماي جوب از ماركتنج اكزيكتيف ساعتها في الوقت ده كنت ماسك كل المعارض اللي بيطلعوها اوراسكوم في اوروبا. كل ما هو التصوير وبروشورز والاعلانات اللي بتتحط على التلفزيونات اللي في الاوتيلات والحاجات دي كنت. وعشان عارفين ان انا كنت شاطر في حته الانترتينمنت والايفنتس ادوني الايفنتس. مم. فابتديت اتعلم ان بعمل ايفنتس مع طلاينه بنجيب ايطاليانز كامينج من بره، فابتديت اشوف هم بيشتغلوا ازاي. شفت الجونة سميح وهو بيعمل الأرينا دي كانت فيرست اوت دور ديسكو اتعملت في الجونة. مم. I had very good connections مع local DJs و international DJs ساعتها، فكنت بجيبهم الجونة and I began to grow مم. organically. ما اقدرش اقول لك انا ايه اللي حصل، بس هي it began to grow organically مم. and I began to get a sense of I'm good at this. مم. الثقة بتاعتك بدأت فابتديت تكبر. قلت لا انا عايز اكمل في المشوار ده. انا موضوع الكوربريت ده مش هقدر اكمل فيه لان مع ان انا. الكوربريت فادك somehow برضو يعني، طيب ان انت بصي بقيت بتعمل ايفنتس وبتقابل ناس باك جراوندز بتاعتهم مختلفة، اتعلمت. 100%. مم. انا لولا الكوربريت لايف ما كنتش عرفت احط ستراكشر مظبوط اللي مم. انا فيه النهارده. صح. اوكي. ف بس اما ريسك تيكر فقلت مم. هجرب. بس دايما كنت بجرب وعندي شغلانه الصبح من 9 ل 5 مم. وبجرب بالليل. مغامرة محسوبة شوية. فلو دي فشلت مم. الشغلانه دي لسه موجوده. بس كنت بتهري بقى من 9 ل 5 6 وبالليل كنت بحاول بقى بعمل كل المشاوير بتاعت الاورجنايزنج الايفنتس دي. until ما حسيت ان انا متمكن وكويس قوي. وايفنت في 2 في 3 بقى يجي لي 5000 و10000 واحد. فقلت لا خلاص انا كده I'm confident. فمش عايز اكمل في قصة الايفنتس دي قوي. انا I need something stable مم. عشان اعرف اقدم استقالة واتكل على حاجة. لانه الايفنتس دي one off مثلا مرة في الشهر، مرتين في الشهر، مم. مرة كل شهرين. ف it's not stable. Yes. ف I want something stable. ف I decided ان انا I'm going to have my own restaurant. مم. ومن هنا ابتدى المشوار في 2002. تعرف اي حاجة عن الريستورانت؟ لا.
طب هتعمل ايه؟ هشارك شيف. امم فشاركت شيف اول واحده كانت ايه؟ وايت في الزمالك. اوكي. شاركت شيف انا فاكره وايت بتاع العجمي، العجمي. صح؟ ده 2002 عملت الزمالك، 2003 فتحنا وايت العجمي. امم and وايت زمالك قعد سنة وقفل، وكان اختبار فاشل جدا جدا. بس الاختبار الفاشل ده مع الفلوس اللي اتحطت في حتة غلط، مع شراكة مش مظبوطة، مع execution operation مش مظبوط خالص. It was a learning curve بالنسبة لي. الخسارة دي was a learning curve. فابتديت أتعلم من غلطاتي صح. والغلطات اللي احنا كمجموعة كنا بناخدها صح، والاختلافات اللي كانت بتبقى ما بين البارتنرز، لأنه البارتنرشيب is very difficult. البارتنرشيبس لما الدنيا بتبقى حلوة كلنا بنحب بعض وبنبوس بعض وبنحضن شهر بعض. عسل بقى. ولما الدنيا بتبتدي تخسر بتلاقي كله بيعض في بعض. From that moment أنا كان نفسي إنه الحركة أو الستيب اللي بعديه إن أنا يبقى عندي my own place، بس لسه financially أنا صغير. كان عندي 26 سنة، لسه ببتدي المشوار، بس حاطط في دماغي إنه one day I will have my own place, one day I'll be on my own, one day أنا هحط مصر على خريطة الضيافة الhospitality. I don't know how, بس it will happen. I don't have a plan. You had a vision يعني. I had a good gut feeling. ماما كنت قاعد معاها من حوالي أسبوع، قلت لي أنا فاكرة أنت قلت لي مرة وإحنا قاعدين في البلكونة في بيتنا القديم في مصر الجديدة بالليل، كنت راجع من النادي وقلت لي أنا one day I'll have the best place in Egypt. أنا مش فاكر خالص أنا قلت لي ده، بس ربنا بيفكرك إن أنت قلت كده في يوم من الأيام. I'm very proud of it يعني. بس خلصنا بقى وايت وابتديت بقى سبت وايت وعملنا وايت عجمي برضو، كان حلو جدا. بس الشركاء اللي معايا كانوا قرروا ان هم عايزين يخلعوا، فدخلت شاركت ان ناس صحاب اوبرجين. اوبرجين ساعتها كان الباتيو لو تفتكري زمان قوي، بعد كده الباتيو ده كان كله خشب واسود غالبا فاكره باتي، بس اوبرجين طبعا. وبعدين نقلوه الاسم اوبرجين. فلما دخلت اوبرجين دخلت بكونسبت، قلت لهم I want to be part of it. they welcomed me البارتنرز اللي هناك. قلت لهم بس عندي شرط ان انا عايزه نغير الكونسبت شويه وننظف المكان ونعمله more of a French bistro، نفس الاكل وكل حاجه. من هنا اتعرفت على الكيمي. كريم مختجيان هو اللي كان عمل the first aubergine. اوكي. فورنا المكان، حطيت انا فلوس اللي كنت كسبتهم من العجمي طيرتهم في aubergine تاني، وقعدت معهم بقى good 5 years. اتجوزت. الاول لما تتجوز اهلك كانوا سبورتيف كل الحاجات اللي انت بتعملها دي؟ يعني كان يعني دايما الاهل برضو في مصر بيبقوا عايزين اللي هو ال 9 to 5 job والحاجات المضمونه اكتر من الحاجات اللي هي فيها ريسك. خلي بالك انه انا كان لسه عندي الجوب. ما كنتش لسه سبت ال 9 ما كنتش لسه سبت الشغل بتاعك. انا سبت في 2002 وقلت لاهلي مالكوش دعوه بيا، خلاص يعني don't worry يعني انا هكون نفسي يعني. ولما شافوني انا بسعى بعمل قرشين واخسرهم وبعمل قرشين وبخسرهم وبتاع، سابوني يعني اجرب. سابوني اجرب. بالنسبه لهم ده كانت يعني خضه شويه. يعني ابويا دكتور والتاني بيعمل مطاعم وبارات، يعني برضو بلاك اند وايت، فبالنسبه له هو مش فاهم اللي بيحصل. امي شويه عشان عاشت معايا لما بابا سافر السعوديه بعد لما رجعنا من الكويت، حاول يشتغل هنا في مصر. it was very difficult. فهي decided to go to Saudi Arabia، فسابنا for a good 20 years.
فكنت عايش مع أمي، فأمي كانت شايفة البروجرس في شخصيتي وبتكلمها وبتقول لها فكانت سايبة الحبل يعني سايبة الحبل. and then بعد كده بقى اتجوزت في أوبرجين بقى. أول سنتين كنت مبسوط قوي إن أنا بشتغل بالليل والصبح موريش أي حاجة، لغاية لما عرفت إنه مراتي حامل وقلت لأ، ما كده المسؤوليات هتزيد، I need more cash. I got approached by Azadea. They were opening the Virgin Megastore في City Stars. قعدت مع جون كلود اللي هو كان مديري، راجل لبناني مرعب، عامل كده زي السيف. قال لي I don't want anyone, I interviewed so many people, I want you to be the marketing director for Virgin. قلت له بس I'm not ready. قال لي لا ليه، تعالى على دبي. رحت دبي، عملت كام انترفيو هناك مع ال HR، رجعت مسكوني الشغلانة. I started working again، رجعت تاني from 9 to 6 9 to 7 وبالليل بروح أوبرجين وهكذا for 3 years. ما قدرتش استحمل. صعب it was very tiring بصراحة، من مصر الجديدة للزمالك ومن مصر الجديدة لسيتي ستارز long hours. it was very tiring. I decided ان انا مش عايز اكمل وعايز اكمل معاهم on a consultancy basis. وافقوا، فقعدت سنة معاهم consultant لغاية لما I got the opportunity with my partners في تاماراي في 2008 2009. عملنا تاماراي. تاماراي was a big hit بقى. it was a huge hit. بس اتعلمت منه كتير 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 بعد. ف 2008 2009 سبت أوبرجين because it was a conflict of interest، لأنه my other partners ما كانوش مبسوطين قوي إن أنا راح أشارك ناس تانية I'm going to compete. فقلت خلاص I'll leave أوبرجين وابتديت تاماراي. اوكي. بس وتاماراي طبعا كان غالبا أحلى مكان اتعمل في مصر في ساعتها، وأغلى مكان اتعمل في مصر، فأحلى مبنيين اللي على الكورنيش اللي هم التوين تاورز، بأوت دور يجنن. ثيرد فلور باصص على النيل وباصص على الزمالك. كان المفروض يبقى مطعم restaurant and lounge. بقى كلاب. We unfortunately turned into a club because we executed the food in the wrong way تاني. ومن هنا بقى ابتديت أتعلم بقى لا يعني. انت تاماراي الاكسبيرينس بتاعت تاماراي دي كانت قد ايه؟ كام سنة؟ 9 و10 و11 و12. كان جالنا وقت في 2012 كنا بنخرج من 4 ل 8 عشان كان في الحظر ده. وبس وزيت يعني. in the middle بقى كان في الساحل بقى، يعني كان في عملنا تاماراي الساحل سنة في 2010. بعد كده عملنا التركواز في مع جنزوري في مراسي سنة وقفل وهكذا. بس تاماراي كان عشان هو كان ليب شوية من اللي انت كنت يعني كان حاجة كان جامب عالي، كان جامب عالي قوي من او يعني فأكيد أثر فيك يعني فجأة لما انت تلاقي نفسك عندك فلوس أكتر بكتير وباور أكتر بكتير ومكان تحفة والناس كلها أكيد بتكلمك تقولك عايز أجي، ويعني الحياة دي إزاي ده أثر فيك أنت كشخص؟ أنا عايز أحكي لك على موقف في راس السنة 2010 2011 داخلين على 2011 اللي هو السنة دي يعني. قبل الثورة على طول. ما كنتش عارف بقى في ثورة لسه. قاعد مع شريكي فبقول له طبعا تليفوناتنا مش بتهدى، مصر كلها بتكلمنا. قاعد انا وهو قبل في الفيرمونت اللي جنب تاماراي، فبقول له can you imagine how blessed we are ان احنا we're on the top of the world in Egypt, we're the best، وكل الناس عايزة تيجي عندنا. حاجة تخض، حاجة مرعبة، حاجة مش مصدقها. المهم خلصنا راس السنة، ما عدش 20 يوم وفجأة بنصحى الصبح بنفتح CNN شايفين مصر اتقلبت، وشايفين التوين تاورز نازلين عليها بيكسروا في البيبان وبلطجية وشفت صورة لتاماراي من السقف من الروف
من البلكونة عندنا العيال بترمي ازايز من تحت على الناس اللي عايزة تطلع وعايزين يكسروا الباب ويخشوا عندنا. لسه من 20 days بقول this is مفيش too حاجة much we don't بتدوم. deserve. And then I just felt something is wrong. في حاجة غلط, you know. لأنه I wanted the concept of this place to be a restaurant and lounge. It turned into a nightclub. I'm not happy with how it turned. بس حاطط جزمة في بقي عشان الفلوس اللي داخلة واتخدت على دماغي at the end. And then I decided I'm going to start exploring myself and what I want moving forward. بالذات انه بقى مراتي كانت حامل بقى في التاني, وزي ما كنت بقولك جوه I want to leave a legacy. I don't want to know Papi is the owner of a nightclub يعني. due to للموضوع الثورة ده اضطريت ان انا اكتشف نفسي, ابتديت اشتري كتب about self-awareness. اشتريت كتب about what's your purpose in life through a few pastors اللي في أمريكا. ابتديت أقرأ كتير and then ابتديت أتساءل مع الكنايس والأسس اللي أعرفهم اللي أنا بعمله ده كان صح ولا غلط, ولا ابتديت أشك شوية في اللي أنا بعمله. محدش تاني وعد نافع. as long as انت ضميرك مستريح يبقى تمام. اللي هو الناس بتعمله ده مش انت مالكش دعوه بيه. بس انا ما كنتش مستريح until I decided انه لا, يعني know what, انا هخلع من الليله دي. انا هبتدي تاني من زيرو, مفيش مشكله يعني. بس ده قرار صعب قوي. قرار مش سهل ان الواحد يرمي حاجات كتير ويبتدي من زيرو. بالذات لانه شويه الفلوس اللي انا كنت عملتهم من النايت كلاب ده حطيتهم في استثمار في دبي واليونان, والاتنين فشلوا. فكيم باك تو زيرو. واصلا لما مرسي مسك البلد انا كنت عايز اخد ولادي ومراتي واطير وهاجر, لانه خلاص مصر رايحه ايران, انا مش هينفع ابقى قاعد هنا يعني. بس ما توفقتش. في 2013 قلت انا هبتدي اعمل باكي هوسبيتاليتي. بابا تعب في السعوديه, كان جاله كانسر. سافرت له انا وماما, رحنا قعدنا معاه شويه, كان بيتعالج في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها. وقلت له it's about time بقى انك انت تيجي تقعد مع احفادك وتلم حاجتك وتيجي. قال لي هعمل ايه؟ قلت له انا هبتدي حاجه اسمها باكي هوسبيتاليتي, تعالى نخش مع بعض انا وانت. and قال لي طب انا هفضل قاعد هنا سنه لغايه لما تشوف انت هتعمل ايه. قلت له سنه is too much, 4-5 months كده لو الدنيا مشت. and then I began to look for places. طبعا الكوربة كان دايما هي ليها روح قلب مصر الجديدة, فأنا كنت عايز أعمل حاجة اللي بتوع مصر الجديدة, بتوع النادي وبتوع المنطقة وفي الكوربة دي يعني. بس كان ممنوع أي حد يلمس أي حاجة في الكوربة, لأن سوزان مبارك ده كان البونبوني بتاعها, ده كان it's her jewel. بس طبعا بعد الثورة الدنيا فتحت في على كل ناصية في كافيه. فخدت مكان وعرفت ارخصه, واللي في الكوربة وساتشي على اسم ولادي الاثنين, ساشا وكريس. and كنت عامله اللي بتوع زي ما قلت لك بتوع مصر الجديدة. and فجأة لقيت بقى ناس من الزمالك وناس من جاردن سيتي وناس من المعادي وناس من التجمع وناس من 6 اكتوبر, كله جاي. يبقى we did something right. صح. بس الفوكس كان ايه؟ dining, low music, focus on the food, excellent cocktails and beverage, nice setting and decoration, nice smell, good hospitality, loyalty. مش loyalty programs, بس انه loyalty knives, loyalty CDs that we used to give out for free, بتاع شوية الحركات دي عمل اسم ساتشي. ومن هنا بقى طرنا بقى. انا ما كنتش عايز اطير اصلا, انا كنت عايز ساتشي يبقى كويس. بس اصل مش انت المتحكم, هي النية هي المتحكمة. خلي بالك الانتنشن بتاع البني ادم هو اللي بيخليه يوصل لحاجات معينة. عشان كده ساعات الناس تتفاجئ اللي هو ايه ده, انا ازاي وصلت لده كله؟ فاهم؟ الانتنشن في حاجة جوه البني ادم من جواه هي اللي بتحركه, البوصلة كده الداخلية دي. ايوه بس عارفة بقول لا خلاص this is fine, you don't need to be greedy, you need to be grounded,
accept what you have. be yourself. God gave you enough peace كفاية و certainty في حياتك. ما تجريش ورا فلوس تاني، ما انت اتعورت هتعملها تاني. فلما جم بقى حسن علام وقالوا لنا عندنا السوان ليك، فقلت له لا لا لا. بعد كده لغايه ما اتكسرت بقى قلت له ماشي. كسرت ازاي؟ يعني كسرت كسرت المايند سيت المايند قصدك. سيت يعني المايند سيت يعني قلت خلاص we'll give it a shot. كازوكو تو بس هنقف عند 2. فعملنا كازوكو. قلت له عايزين نعمل the Egyptian Nobu بس we went ahead. تخيل it is the Egyptian Nobu. تقريبا يعني. ومن هنا بقى ابتدي بقى لكسيس جاي، فتح، ريف، ساتشي، باي ذا سي، شينكو، ميجومي، ساتشي المازا، الفيلم ده كله يعني. برافو. فابتديت قبل ما اتوسع بالطريقه دي I wanted to focus on الباك اوفيس ال HQ to make sure انه we're strong enough to handle the expansion plan اللي هيحصل ده. طبعا لانه expansion plan كبير. it was big. مشكلة كمان انه في وقت ال devaluation والinflation والمصايب. لا انت مريت بحاجات كتير قوي، انت مريت بكوفيد وكوفيد لما قفلنا والحمد لله مشيناش حد وكنا ندفع مرتبات. we were يعني gifted. you kept your people برضو. سبتهم. انا شفتك المره اللي فاتت في مجومي، عملت حاجه، هي حاجه صغيره بس لفتت نظري. انت لما دخلت في الجونه لما دخلت سلمت على الويترز very personal سلام كده، اللي هو عارف بتسلم كده. ايوه this is انا I love them. يعني بحب اسلم عليهم. I try to find يعني احفظ كل واحد باسمه. بس لما الموضوع وسع، انا زمان كنت اعرف كل واحد باسمه، باسم مراته وعياله، وكنت اعرف اعياد ميلادهم وكله لما كنا صغيرين. انت هاندز اون قوي، انت داخل في لما كنت صغير. اوكي. لما ابتديت بساتشي لانه كنت 6 ايام في الاسبوع في المطعم، فاي نو كل حاجه بتحصل كنت بعرفها. بعد كده كازوكو، بعد كده لكسيس، بعد كده شينكو، بعد كده ساحل، بعد كده فابتديت بقى ايلوزت لانه عاملين نعين في ناس كتيره جدا. بس التعيين ده عايزين نشربهم الدي ان اي بتاعنا بالظبط، عشان الروح بتاعتك مش عايز تخسرها. لانه اللي عايز الزبون اللي هيخش المكان ده او هيخش المكان ده او هيخش المكان ده يقول لك دي روح باكي هوسبيتاليتي، مفيش فرق ايا كان هو فيه يعني. انا حسيت كده في مجومي وكازوكو، يعني عشان دول اكتر 2 انا بروحهم. بس عشان دول اكتر 2 بتروحيهم. يعني دول الاثنين لما دخلت مجومي حسيت كده قوي، حتى قلتها يعني كان معايا حد فقلت له على فكره ده انا حاسه بكازوكو في يمكن في عشان المكان. الاكل برضو سيميلر شويه. والاكل روح الاكل واخد في حته كده يعني. مجومي ده اتخلق كده برضو. بس برافو ومبروك على مجومي. I really like the place. وفي الروح بتاعتك somehow، هي اكيد روحك somehow يعني، ما انت اكيد ما روحي نزل على اللي تحتيه، نزل على اللي تحتيه، نزل على اللي تحتيه. احنا we're very solid when it comes to بس how do you keep yourself updated؟ ازاي انت بتقدر تبقى يعني مواكب؟ traveling. هي الحل ان احنا we travel. my team travels sometimes. هم لما بياخدوا اجازه، كل التيم اللي تحتيه لما بياخد اجازه بياخد اجازه على الديستنيشنز اللي فيها نيو ترندز. ما حدش ياخد اجازه عشان يقعد على بحر بس او يروح يعمل سكي. هو الهدف احنا رايحين ناكل فين. طب بنعمل ريسيرش في مطعم فتح جديد في البلد دي او مطعمين او 3 في in Paris, in London, in Milan, in Rome, in Copenhagen. مارك راح بيرو عشان يروح يشوف ايه اللي بيحصل. ف we explore plus بنعمل collaborations with chefs abroad. we have our consultant also, he's from Singapore, اسمه ريف نفسه. he helps us برضو in the direction. أنا I follow trends أكتر. you know عارف مثلا إنه أنا كنت في Europe last year إنه the trend is more on the Asian side not the Japanese, الكانتونيز. فابتدينا نركز بقى إن إحنا عايزين نعمل حاجة كده.
والمطاعم زادت قوي in Europe in this time. ف we're doing a new concept in 190 بنفس الفكرة دي. techniques in cocktail preparations كلها برضو اتغيرت completely. I think ان احنا we started the movement بتاع proper cocktails بتتعرض بقى بسموك بكيوبز معمولة ازاي. bartenders دلوقتي they look very cool. ما كانوش شكلهم cool. they're educated فاهمين هما بيعملوا ايه. بيتكلموا مع الناس عندهم interaction. الويترز فاهمين الانجريدينتس فاهمين الطبق بينزل ازاي وفاهمين how it's cooked. يعني ما كانش الكلام ده موجود يعني. وده الاي بي سي بتاع الشغلانه. اي بي سي الشغلانه. وده لازم الواحد لازم انت هتطور من البيزنس بتاعك، يا اما هتبقى يعني ما ينفعش تفضل واقف في مكانك بتهيالي ابدا يعني. لا صعب قوي يعني، بالذات ان البيزنس ده لو واحد لا احنا we're doing fine احنا تمام، لا باي هيجي تحت واحد من تحت هيركبك وهيطير. لا واحنا بنعبد التقليد يعني، عندنا حته انه اول ما حد ينجح لازم نعمل زيه بالظبط. عارف القصه دي؟ لازم يعني نعمل زيه بالظبط. فعشان كده اللي هو هيتميز لازم ما يعملش كده ابدا، حتى مع نفسه يعني. مش لازم مع نفسه يعمل زي نفسه، لا خلاص انا لازم اعلي على نفسي. صح انا معاكي 100%. احنا experts in copying. بس في نفس الوقت لانه مفيش exposure، في ناس مش عايزه تصرف على في ناس عايزه تصرف، في ناس مش عايزه تاخد ريسكس، في ناس مش عايزه ده ناجح فده موديول ناجح فيلا هنعمل زيه، يلا نعمل زيه بتاع. بس بالزبط. طبعا ده بيقتل حاجات كتير قوي، بيبوظ حاجات كتير. بس هقولك حاجه، بحس ان في الاخر خالص لانك انت بتتعامل برضو في حته نيش والكاستمر بتاعك برضو عايز requirements معينه، ففي الاخر خالص لا يصح الا الصحيح يعني. ما ينفعش حد يفضل يكوبي مثلا وهيستمر. لازم يكون البني آدم بيتطور، بيعلي على نفسه، بيعمل حاجات جديدة عشان يقدر يساتسفاي الحتة دي، أو إنه يبقى عنده الواو إفكت دي. عارف اللي هو إيه ده، لما يفتح مكان جديد الناس تقول إيه ده، كلنا عايزين نروح. فاهم قصدي؟ حتى كمان الشيفس والشيفس اللي قاعدة في المطبخ تحت اللي مش بيطور من نفسه مش هيعرف يرتقي بالمطعم. بالظبط. فهنيس لازم ما هو يعمل التطور ريسيرش لازم يبقى يعني فاهم من فوق يعني من بينزل على على كل الناس. ما افتكرش ان هتطور حته والحته التانية مظبوط مش هتطورها. اكيد انت مثلا ليك كرايتيريا معينه او pay a very good attention على hiring people. يعني الناس بتوعك اللي هم في الاماكن دي كلها، وهم اكيد بقوا كتير، بس اكيد انت عندك كرايتيريا كتير for hiring people. انا عايز اقول لك I think احنا we're blessed لانه معظم الناس اللي معانا غالبا كانوا صغيرين قوي لما جم، وكانوا صغيرين سنا وبوزيشن وايز. اوكي. وكبروا دلوقتي كل واحد ماسك بوزيشن وماسك، وكبر في السن وكبر في البوزيشن. فبقى الموضوع بقى سهل جدا in terms of communication، لانه بقاله 13 سنه مع الشركه، او احنا دلوقتي 10 سنين، وفي 3 سنين قبليهم كان معايا في تمراي يعني. فهو شاف الوحش وشاف الكويس وشاف كل حاجه. وبعدين احنا مش بنسكت، احنا بنجيب بقى شركات تيجي تعلم. احنا بنحاول نعمل بنجيب شركات عشان ناخد الايزو 2001 2002 2002 and we are investing heavily انه ناخد certifications عالية عشان الناس دي تتعلم ازاي to keep the quality and the hygiene of the place correct دايما. واخد awards برضه، انت واخد awards. واخدين awards في المينا ريجن ال 50 best. أول سنة كانوا مطعمين اللي هو ساتشي وكازوكو في 2001 sorry 2021. ساتشي was number 5 I think كازوكو was number can't remember بصراحة in the 20s. السنة التانية نزلنا ب4 out of 50. الاثنين ساتشيز وريف وكازوكو برضو الريتينجز مش فاكره بالظبط، بس كازوكو كان نمبر 12، ساتشي رجع لل30 يعني بيحصل كده. اللي فاتت كان الثلاثة اللي هي 2023 ساتشي وكازوكو. ساتشي اللي هو بارك ستريت، وساتشي مصر الجديدة، وكازوكو في التوب 50. نايس. فإنجاز. فبنبقى عايزين بقى وزارة السياحة بقى تيجي تساعدنا، عايزين الميديا تيجي برضو تتكلم علينا اكتر، مش علينا احنا، لانه في ناس تانية
مهزوبة دخل وخوف دخل وإزاكايا دخل طبعا في competition. فعايزين الناس، ما احنا we're representing Egypt. فهايلايت بقى قصة الهوسبيتاليتي، لأنه النهاردة hospitality has become a core للناس اللي بتسافر، يعني زي ناس زي حالتنا of course مننا كتير. ف what we want to do is بنخش تريب ادفايزر، جوجل، whatever the applications اللي بنفتحها، بنقرا طيب الأردن عندهم 4-5 places and they have beautiful beaches، طب يلا بينا على الأردن. النهارده دبي ولبنان ناجحة عشان كده طبعا because they're promoting hospitality tourism. of course احنا مركزين برضو في لسه كل حتة، حتى الحتت اللي هي عندها culture و history وعندها حاجات تانية كمان كتير قوي تأوفر، ما بقتش انت كتورست لا انا عايز برضو الكالتشر ده يوم، انا عايز برضو فاين دايننج، وعايز بالليل هشوف هروح فين exactly. السوشيال ميديا كمان خلت الناس كلها بقى تخش جروبس وتسمع هنا وتخش هنا وريفيوز، يعني بقت الناس very well educated. صح، يعني ما مش زي زمان. احنا زمان كنا بنسافر كده ونروح هناك نسأل بقى نسأل لما نوصل لما نوصل دلوقتي لا، قبل ما بنسافر بنعمل حجوزات في كل حتة. صح يعني صح. to make sure انه we're safe واخدنا تشويس مظبوط، عشان الكونسيرج زمان كانوا بيبهدلونا بيدخلوا طبعا عشان هو برضه there's قابض يعني. طب قولي بقى، انا بحس دايما الانتربرينورز عامه بيبقى عندهم تندنسي ان هم تو بيرن اوت. ليه؟ لانه عنده باشن وحاسس ان البروجكتس دي البيبيز بتوعه، وعايز يدي هنا ويدي هنا يعني فاهم، متشد في كذا كده اتجاه. How do you protect yourself from burning out؟ أو اللي هو ال work life balance ده ازاي بتلاقي وقت برضو to spend with your family لأني أنا من كلامك حاسة إن أنت family is very important to you. it is very important. بصي أنا عايز أقولك I think إنه من الحاجات اللي كانت صعبة قوي عليا is releasing responsibilities to another person delegation. اللي هي delegation، لأنه دايما ببقى عايز أبقى hands on زي ما انتي بتقولي. عشان أبقى hands on ده معناه إنه I'm gonna burn out، بالذات لما الأوبريشن هيكبر تبقى كبيرة. فدي كانت struggle نفسي ما بيني وبين نفسي ال 4 years اللي فاتوا أو 3 years اللي فاتوا. النهارده اسيب ولا فبس ابتديت اعمل ايه، لانه I didn't have the position of a general manager, ف I created a general manager position. I promoted Mark Gazelle to the general manager ومشيت معاه خطوه خطوه بقى لغايه لما ابتديت اعرف انه خلاص هو متمكن من الحته دي شويه بشويه 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 and he's hands on. فابتدى البريشر عليا يقل، بس بقى البريشر عليا more on the business development side of ان انا اكبر الشركه، مش اتدخل في الحاجات الديلي اللي بتحصل which is great. فادتني البراح ان انا اكنترول يومي واسبوعي وشهري، فبقيت اكنترول لان انا دلوقتي at 50 I want to start focusing more على صحتي شويه، ده number 1. spend more time with the kids number 2 and spend more time for myself. ايوه، لانه الفرق الكتير ده الواحد بينسى هو مين طبعا. فلما بقعد مع نفسي، لأن في نص ساعة ساعة مقدسة الصبح قراية، برافو، مقدسة. لو فوتت يوم أو يومين بتحصل عشان ظروف مواعيد يعني، بس غير كده لازم ال spiritual connection ده is part of my life in the morning. Number 2 is the workouts والhealth وكده، و number 3 طبعا the work and the follow-ups of the work and ان انا اكبر البيزنس، و4 بصراحة من غير تريقة الرفاهية. يعني لازم يبقى في شوية رفاهية، تنبسط. صح. رفاهية بقى إن كان سفر، إن كان استجمام، إن كان يوجا، whatever it is يعني. اللي هو مي تايم، الحاجات اللي بتعملها لنفسك، الحاجات اللي انت في الاخر لازم to reward yourself somehow. ايه اكتر حاجة صعبة in your business وايه اكتر حاجة reward؟ اكتر حاجة rewarding الكومنتس
الحلوة اللي بنسمعها من الناس على الأماكن اللي عندنا وعلى السيرفيس وعلى الأكل وعلى الإكسبيرينس والكومنتس والريبوستس اللي بتحصل this is بالنسبة لنا ده it's ideal يعني كل مش أنا بس التيم كله. اوكي أكتر حاجة challenging بالنسبة لنا في البيزنس ده currently is finding the raw material to be able to compete with international standards and hiring. Finding the right people. Finding the right people. دول أكتر اتنين I think is very very the rest is all easy. The rest is all easy. مشكلة إنه الموضوع في مصر fluctuates. فالقوانين بتتغير، الكاستمز بتتغير، الضرايب بتزيد طول نهار. احنا جالنا قعدنا تقريبا سنة ونص أو سنة ونص اللي فاتوا دول قبل ما يحصل الفلوتنج النهائي ده، احنا بنطبع منيو كل 3 أسابيع. مش لاقي رو ماتيريال والاسعار بتتغير. كل الموردين بياخدوا ده فور جرانتد، وكله بقى عارف ان هو ان كاش بقى كاش 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 وعلي في الاسعار واضرب واضرب واضرب. لا طبعا دي تشالنج رهيبه. وخوفي موت كان انه كل ما بنعلي ما حدش هيجي طبعا، فالتيرن اوفر على الترابيزات هتقل. بس فابتدينا نعلي شويه بشويه، فابتدينا ناكل من دمنا ولحمنا نوت عشان ما نأثرش على الكاستمر على طول كده. فاهمه قصدك. لا طبعا دي اصعب حاجه، صعبه جدا ان انت يبقى عندك تظبط التريد اوف ده، ان انت ما تخسرش الكاستمر وفي نفس الوقت انت عايز برضو تمينتين عايزه مينتين. انا مش عايزك تخشي تقولي المطعم فاضي عشان الدنيا غاليه. بالظبط. لا بالنسبه لي انا كده فشلت. فعندي يبقى فيه مثلا 100 نفر بيتعشوا، عندي يبقى فيه 10 تنفار بيتعشوا بيدفعوا بسعر، فكمبنسيت شويه بشويه. صح. فit comes slowly and slowly. عشان كده خدنا قرار ان احنا نحط an aggressive expansion plan قبل الفلوتينج to be able عشان احنا نعرف نغطي مصاريفنا. ما هو النهارده احنا عندنا 6 مطاعم في مصر، وكان ساعتها 2 بس في الماظ في الساحل. فحطينا an aggressive plan ان احنا by the end of 25 عايزين يبقى عندنا 13. ليه؟ لانه الريفينيوز بتزيد، فنعرف ندي الموظفين، لانه كل الموظفين تعبانه، كله عايز مرتبات اكتر، كله عايز compensation وبونسز اكتر، economies of scale يعني. with 6 restaurants you can't do it. you need to multiply 6 ده في 2 12 13 واحد عشان تعرف تسد احتياجات الموظفين اللي موجوده. وانت شايف اللاندسكيب او يعني الهوسبيتاليتي بزنس في مصر كده، شايفها promising، رايحه فين جايه منين؟ انا عارفه ان انت كنت مش عايز تطلع بره مصر وبعدين قررت انه most probably في الاكسبانشن بلانز بتاعتك هيبقى فيه مشاريع بره مصر. بص انا لسه مقتنع ان مصر فيها خير مرعب وفيها بوتنشال، لانه it's a virgin market. هي لسه virgin. مصر لسه virgin يعني. حتى باقي البراندز التانية اللي هم الزملاء بتوعنا اللي بيشتغلوا في الهوسبيتاليتي it's not enough. برضه it's still not enough. ما احنا لسه كنا قاعدين بنتكلم في التجمع، انت بتعديهم على صوابعك. صح. ده التجمع. صح. 6 اكتوبر نفس الحاجة، لسه الداون تاون يعني، لسه في الجونة، لسه في الساحل، لسه في الغردقة، لسه في في بوتنشال مرعب في العاصمة الإدارية. أيوة. يعني كمان 4-5 سنين السخنة دي بحسها برضو في بوتنشال مرعب. النهاردة زمان قبل ما يحصل قصة كوفيد دي كله كان عايز يجي مصر من بره. international brands جاية من دبي وجاية من لبنان. صح. وجاية من I think from the UK. كان في a few brands وكانوا داخلين and they were going to sign and they were going to come وهيخلصوا. هوب حصل كورونا كله كش. صح. بعد كده احنا حصل لنا العجز المالي الاقتصادي ده فكشوا اكتر. النهارده they're knocking on doors again لأنه مصر لأنه خلاص بقت الموضوع stable. فمفيش بلاك ماركت، فالدنيا أحسن شوية، واضحة. فالدنيا واضحة. they're knocking on doors again، هييجوا بقى تاني. فمصر فيها potential. انت النهارده لما تيجي تفكر في الميدل ايست يلا we need to expand، هتفكر فين؟ في دبي وفي مصر
لبنان مش قوي. ابو ظبي، وضعها السياسي صعب شوية. الرياض، وجدة. جدة I think السعودية هم دول. فيها potential. بس مصر comes number probably 2 yes. or 3 actually. مم. number 2 or 3. ففي دبي ابو ظبي يعني مع بعض، وبعدين الرياض، بعد كده مصر. مم. هنا بقى الاكسبانشن بلانز ان يوروب يعني. بس انا شايف ان مصر لسه فيها خير and we have الاكسبانشن بلان مش بطال في مصر، ومستني the right opportunity اني افتح بره مصر. وفين؟ مم. لانه برضو ناس كتيرة خبطت على الباب عندنا، بس ما خدناش اكشن. مم. مفيش الحتة بتاعت هي دي. مم. لسه ما جالكش الإحساس لسه ده. ما جاتش. لسه ما جاتش. you follow your heart قوي. I follow my gut قوي. which is good. يعني it's been proven good for you. ماشي عليها لغاية دلوقتي كده. برافو. برافو، دي I think حتة مهمة. وحتة إن البني آدم برضو يبقى following who he is أو who she is. يعني أنت مين؟ الاوثنتسيتي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ما نبدا، اللي هو الواحد ما بيعرفهاش غير لما بيعمل السيرش جوه نفسه، بيعمل السيلف اويرنس اللي انت اتكلمت عليه، ان انت بتقعد تقرا، ان انت بتكونكت، بيبقى عندك الحته الروحانيه دي باي صوره بقى. احنا مش بنتكلم بروحانيه بصوره محدده يعني، عشان توصل لهو يو ار وتعرف انت عايز تعمل ايه بالظبط. انت عندك الحته دي شويه، صح؟ عندي الحته دي، وبآمن فيها جدا، وبسعى فيها اكتر. الاختبارات الحياه علمتني حاجات كتير قوي. طبعا الضربه اللي ما بتموتش، ضرب في ضرب في ضرب في ضرب وقوم وضرب وتاني، ده بيعلم طبعا. هو بيخوف، بس هو يعني حتى كنت بتكلم بالعكس انا بحس ان هو بينشفنا. بيقوي القلب مش بيخوف. انت حاسس انه بيخوف ما هو ولا في ناس بيديك ممكن شجاعة اكتر؟ في ناس ممكن خبطة وتقوم، تانية مش هيقوم تاني. وفي ناس فايترز، الفايتر ده دايما هينجح. بس المهم تبقى فايتر في الحتة اللي انت بتحبها، مش فايتر بس ورا الفلوس. دايما اقول للشباب الصغير don't run after the money, run after the passion. money صح. will come later. money will come anyways. الجيل الجديد عايز فلوس بسرعة. ايوه، هم عايزين كل حاجة بسرعة عامة يعني فطبعا هي الحياة يعني. انا بحس ان هما كمان، او مش هما بس، يعني بلاش نقول هما بس البني ادمين عامة لما بيشوفوا مثلا قصة نجاح، لما يشوفوا مثلا قصة زي قصتك مثلا، بيفتكروا ان somehow انت خدتها كده. اوكي، ما بيشوفوش التعب والافورت والستراجل والوجع. اوكي، ما بيشوفوش انت وات يو مريت بيه. هما بيفتكروا ان انت مثلا اول واخدها على مره طبق بالفضة. حد ساعدك يا عم، حد ساعده، ولا تلاقيه مش عارفه ايه، ولا مين اداهاله، ولا لا ما ايه، فما ما هو خلي بيشوفوش بالك ان this is very superficial بقى. الناس اللي بتشوف من بره حقهم بصراحة ان هم يفكروا بالطريقة دي، لان هم مش عارفين القصة. فهم شايفين الراجل عنده شركة وفي المطاعم دي شغالة وعدد الموظفين قد كده وبيشتغل على النيش ماركت، ده ملياردير. ما يعرفش بقى behind the scenes اللي بيحصل. وما يعرفش الجيرني بتاعتك انت، الرحله بتاعتك انت مريت بايه، وقفت مع نفسك كم مره، صححت من مسارك، كنت فلكسبل قد ايه. يعني الفلكسبيليتي برضو دي حاجه مهمه جدا، انه هي المرونه في مصر ضروريه، لازم ضروريه. البرفكشنست اللي في مصر، انا فيرجو، في الفيرجوز دول فيري بيرفكشنست جدا، بس اتعلمت نوت تو بي يعني I'm a perfectionist بس if it doesn't happen، لو ما حصلش دلوقتي ممكن استنى شويه. يعني هي يعني لو ده مش هيحصل بس it will be perfect. فدايما عندي لسه امل. there's always hope for the future, hope for your purpose in life. احنا هدفنا ايه في الدنيا؟ هدفنا ان احنا نقعد نطحن في نفسنا ونسعى وننبسط بس. is that it؟ ولا عايزين نسيب حاجة لولادنا، وعايزين نسيب legacy لولادنا، وعايزين نغير حاجة في الاندستري اللي احنا شغالين فيها. وفي البني ادمين اللي حواليك. يعني انت قلت ان انت بتحب الناس اللي حواليك يبقوا تinvest فيهم، تحسنهم، تكبرهم. ده في حد ذاته purpose على فكرة. طبعا
يعني ان انا بس ابقى مهتم باللي حواليا اللي هم مش من عيلتي، يعني سيبك من العيله دي شيء تاني، لكن من الناس اللي حواليا اللي انا بحاول اكبرهم او احاول اوصلهم لحاجه معينه، ده purpose كبير. purpose كبير. مم. بس كل اصحاب الشركات عندنا نفس البيربز ده. ايوه بس النيه ايه، الانتنشن ايه؟ بس اكيد في يعني نية. هقول لك حاجه، في انا مثلا انا ام بليفر في الانتنشن بشكل مش طبيعي، بشكل مش طبيعي في يعني. الانتنشن. في النية بتاعت البني آدمين. يعني أنا باشوف إن الناس اللي بتخسر أو الناس اللي ما بتنجحش لازم يضبّطوا النية، لازم عشان يضبطوا نفسهم، النية. يضبطوا البوصلة بتاعتهم، أوكي؟ النية مهمة جدًا وهي سبب رئيسي في إن البني آدم يكون عنده راحة في الحياة ورضا. هي النية هي إيه؟ هي حاجة بسيطة أوي، هي الليه، the why، the reason. فاهم قصدي؟ يعني أنت لمّا تيجي تعمل حاجة، عملتها ليه؟ دي النية. بس النية دي عملتها واي، وانت سؤال الرد واي بيبقى ايه؟ I did it على for حسب بقى، myself، ما عملتها هو لنفسي. أنت بقى لو عاملها لنفسك all the way مش هتبقى. انت عارفة اكبر خطية ايه؟ آه، إيه خطية هي؟ الانا. طبعًا، طبعًا أنا معاك 100%. اللي هو الego، اللي زي ما إحنا بنقول دلوقتي الego يعني أو الأنا أو ليها ما هي كذا لو النية مسمى. اللي انا إمم، يبقى نية وحشة. بالضبط كده، بالضبط كده. أنا بس النية مش صح. عايزة أقول طبعًا أيوه، بس أنا مش عايزة أقول كده عشان ما أحكمش على الآخرين، بس هو صح، مش بنحكم على حد، احنا بنتكلم عامة. بس النية مهمة جدًا، يعني the why، أنا باعمل كده ليه؟ أكيد جزء من الreason هيبقى إن أنت عايز برضه حاجة لنفسك، يعني إحنا مش ملايكة نازلين من السما يعني، بس ما تبقاش كلّها كده. بس احنا we strive ان احنا نبقى ملايكة. مش لازم نوصل لدرجة الملايكة، بس أنا باحس إنه آمم، إن إحنا في الدنيا دي عشان نرتقي. نرتقي إزاي؟ إن إحنا بنخش مثلًا في تجارب بنتعلم منها، أوكي، فبنطلع منها مفروض بني آدمين أفضل، مظبوط. بني آدمين أرقى، بني آدمين كمان أقوى. يعني أنت حتى ساعات كتير ما بتبقاش عارف إن أنت قوي غير لمّا بتخش في تجربة، تخش في تجربة تقول إيه ده؟ ده أنا يعني بتكتشف في نفسك حاجات كتير أوي أنت أصلًا ما كنتش تعرفها قبل ما تخش في بس التجربة دي. القوة دي مش منك، القوة دي من إلهك، هو اللي مديك القوة، لأن هو قال لك أنا I will never forsake you، يعني عمره ما هيسيبك. فتبقاش انت عارفة انك انت هتبقي ضعيفة في موقف ما، بس بتبقي بتعدي منها because he loves you، بيحبك، فهو هيقف جنبك وهيساعدك. ف sometimes احنا مش عايزين ناخد كل حاجة بعضلاتنا، في حاجات إلهية بتشتغل واحنا مش دريانين، and it helps الكاركتر بتاعنا كمان، it builds الكاركتر بتاعنا في الحتة دي. انا عديت في كذا اختبار كانوا تقال جدا، ما كنتش متخيل ان هطلع منهم. انا قلت كانت الدنيا سودة بالنسبة لي يعني، إمم، بس it passes. إمم. ازاي؟ by being عندك إيمان لمّا بيكون طبعا عندك ايمان ده اكيد، بس by being مش عارف اسميها بالعربي ايه، بتسلِّم أو submissive. مسلِّم، اه مسلِّم الأمر لربنا. I'm done. إمم. مش انا هاقدر أعمل أي مش حاجة كل خالص حاجة بفكري وبعضلاتي، إمم. خلاص انا I give up. برافو، أنا عاجباني الحتّة دي أوي وأنا متّفقة معاك فيها جدًا، اه إن إحنا قوتنا أكيد مستمدة من قوة ربنا for sure 100% يعني. 100%. يعني ما أفتكرش إن في أي حد دخل في موضوع بدراعه و ومشي فيه، أو لو مشي فيه أكيد اتعلّم حاجة بعد كده يعني. الصدق كمان باحس إن هو اللي بيخلّيك تشوف الأمور صح، يعني عارف لو إحنا عندنا نضارات كتير أوي بنلبسها. يا لهوي، ده احنا هنشوف بلاوي. آه. لا لا. فنضارة الصدق بقى، لمّا تلبس نضارة الصدق هي اللي بتخلّيك تشوف نَفْسك. طب بذمتك انت دلوقتي لو بعد الخبره اللي انت عديتي فيها في حياتك، اللي انت كنت بتقولي انك بتشتغلي كوربريت لمده 20 سنه، ف you've met tons and tons of people، وعشتي في دبي وعشتي في مصر الانسان الاونست بيبان، اللي بيمثل انه اونست بيبان برضه، صح، والاونست ده بيبقى genuine in general، صح؟ صح. والgenuine people بيبقى مريح على قلب ناس كتيره جدا.
ده بيبقى محبوب وبيعدي. الناس الحقيقية. الحقيقية مم. exactly مم. just to be honest. لأنه الظلام ده مأساة. إن مم. الواحد يبقى عايش في ظلام، عايش في النور. مم. خليك في النور. لا طبعا، ما أحلى النور. بس بتهيألي برضو إنه لازم تعدي في الظلام عشان عشان تعرف تتعلم. النور. صح يعني ما فيش حد بيبقى منور كده، في طبعا أكيد ربنا بقى ده مديهم حاجة، طبعا. بس معظم البشر بيعدوا في تجارب وحاجات صعبة جدا وبتضلم عليهم قوي، بعد كده بيبدأوا يشوفوا بقى النور. طبعا أنا موافق 100% في القصة دي. مم. زي الاكسبيرينسز اللي بنعدي فيها هي اللي بتعلمنا يعني. بس الحياة مش وردية يعني. it's a long journey. و أنا حتى بقول لأولادي يعني، أنا مشكلة الجيل الصغير ده إنه معتمد قوي على لو أنا بتكلم على الأهل اللي عندهم private business يعني، مم. إنه فاكرين إنه خلاص بقى بكرة هنصحى وعادي بكرة نكبر وهنشتغل مع بابا. لا، هما لازم بيتفرموا عشان يفهموا الدنيا ماشية ازاي، زي ما أهالينا يعلمونا. ده بقى ده الاختبار الجديد اللي لسه مش عارف هعمل فيه ايه لما مم. يكبروا. بنتي داخلة جامعة في سبتمبر الجاي أول سنة، كلها 4 سنين وتخلص. ايه اللي هيحصل؟ ما اعرفش. مم. مش عايزة تشتغل أصلا في الهوسبيتاليتي، عايزة ايه هي؟ فاشن ماركتينج أو في اوكي. الفاشن ان جنرال مم. يعني. مم. ابني لسه 11 عقبال ما يخش جامعة ويتخرج فيها 10 سنين، فأنا لسه قدامي 10 years. مم. بس حاطط بقى في بطن بطيخة زي إن هو لو فشلت هشتغل معاك. مم. مم. لا، أنا عايز أرجع زي ما أبويا على أديله 10,000 جنيه وأقول له انطلق. هي I ربنا think يستر عليهم إن I يعني. think إنه عامةً التربية عامةً أو الexperience دي حاجة صعبة أوي، أوي، إن أنت يعني مسؤول عن مصير بني آدم لا somehow لا لا يعني، لا، فاهم؟ اتكل على ربنا. أيوه أنت توكلنا على أنت الله. شكلك أصلًا من الناس المتوكلين جدًا، متوكل يعني. جدًا، 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 وواضح إن هي نفعتك. طيب آمم مش عايزة أخلّص كلامي معاك غير لمّا أعرف حاجات كده تبقى زي مش عايزة أقول نصايح عشان ما باحبش كلمة نصيحة يعني، بس باحس إنه تجارب البني آدمين فيها كمية دروس مش طبيعية. يعني مثلًا لمّا تقرا biographies لمّا بتسمع قصة حياة أو قصة نجاح حد، بتتعلم منها حاجات فظيعة، حاجات رهيبة. طبعًا مش كل الناس عندهم القدرة إن هم يتعلموا من الآخرين، أوكي، ولكن الناس اللي هي مستوعبة الحتّة دي وبتسمع تجارب الآخرين عشان تتعلم، بتتعلم فعلًا. أنا عايز أقول لِك أنا قريت كتاب عن واحد اسمه داني ماير. he is the king of hospitality in New York. آمم قريت قصة حياته كلها تقريبًا، وابتدى إزاي وكبر إزاي وكل الكلام ده. and I'm reading it وأنا منبهر، يعني إن هو فأنا معاكِ إنِّك زي ما هو النهارده الدنيا بقت very digital، ما حدش بيقرا أوي، فكله بيبقى عايز يشوف interview في السريع كده ويقلب وياخد إمم. بالخلاصة. بس هي القراية definitely بتخلّي الواحد يبقى especially if you're following حد بيشتغل في نفس الbusiness أو نفس الindustry وهو بيبقى مثل أعلى بالنسبة لِك أو بالنسبة لي، وشُفت خطوات هو بيعملها. لأ هادرسها طبعًا. هو طبعًا الظروف بتاعة أمريكا غير ظروف زي مصر، بس how he grew taught me a lot how to grow. إمم. أوكي. إمم. ف أنت مش لازم تاخد قصته كاملة، لأ أنت بتاخد طبعًا، الحتّة اللي بس اللي هي هي اللي تتطبّق هتهمك أو عليَّ، تقدر اللي تطبّقها. ممكن أطبّقها على نفسي يعني. إمم. آمم وبعد كده reviews بقى reading reviews online, reading newspapers أو magazines online, following international restaurateurs and entrepreneurs and chefs برضه بتشوفي حياتهم عاملة إزاي، بنتعلم منها كتير. هو طبعًا with the digital world الموضوع اتغيّر completely زي ما كنت لسه إمم. باقول. بس having an idol في حياتك بيساعدك تتحرك تبقى زيه، إمم. حتى لو انت مش عايز. دايما في السبكونشس تبقى دايما I want to dress like him, إمم. I want to talk like him, I إمم. want to work like him. إمم.
انا فاهمة وانا صغير قصدك. ديفيد باكم ده كان بالنسبه لي ماي ايدل. هو لسه يعني، فماشي وراه بس مش في الكوره حاجات تانية. هي اللي انت اتكلمت عليه ده مهم، بس بيحتاج وعي معين. اوكي، يعني ايه؟ يعني انا ضد جدا ان الناس تبقى بتقلد. اوكي، يعني فكرة دي عكس الاوثنتسيتي شوية. صح فاهم قصدي؟ صح ولكن اللي انت قلته ده it makes sense حتى لو انت authentic، بس لازم يبقى عندك الوعي، لازم تقدر تفرق. انا دلوقتي مش بقلد، انا دلوقتي بشوف تجربة بني ادم ناجح في حتة معينة، وبحاول اخد اللي ينفعني، اوكي، واللي مش هينفعني مش عايزه. اوكي ف ف فدي انا بشوفها it's very فلترنج. smart it's very smart. هو فيها فلتر، بس الفلتر ده مش هيتحقق غير لو انت عندك awareness، لو انت صح عندك وعي وعارف ايه اللي ينفعك وعارف نفسك وفاهم انت رايح فين وعندك vision somehow. يعني بتحتاج بالانس معين عشان في الاخر ما تبقاش just a copy. صح فاهم صح. قصدي؟ طب انت شايفه مثلا هنا تقدري تدي اكزامبل للناس مين بيكوبي، او مش عايزين نقول مين بيكوبي يعني، بس لا، هو عامة هقولك حاجة بدون ما نقول مين، بس هو السوشيال ميديا عامة عملت حالة معينة من الكوبينج. اوكي، لانك انت اولا هو عالم افتراضي مش عالم حقيقي، لانه انت بتشوف سناب شوت بتاع شخص في موقف معين، بس انت ما تعرفش حياته عامله ازاي. صح. اوكي، بتاسيوم ان الشخص ده مثلا غني ومبسوط وما عندوش مشاكل وات ايفر. اوكي، لكن انت ما تعرفش اي حاجه عن الباك جراوند بتاعه. ما هو اللي بيوريك اللي هو اللي انت ما عايز هو تشوفه. هو بيوريك اللي انت عايز تشوفه، بس انا ماليش دعوه بيه. هو انا بتكلم بقى عن انا بقى، يعني انا الشخص بقى اللي داخل بتعرض للكم الهائل ده من المبالغه ومن عدم الحقيقه. صح اوكي، وبضيع وقت طبعا وجهد وانرجي غير طبيعيه في العالم ده، وبضيع تاني جهد ووقت وانرجي لما بخرج من العالم ده واحاول اقلد اللي انا شفته. متعبه. فانا مضيع كتير قوي، مع اني انا اصلا المفروض اكون مضيع وقت مع نفسي، بحاول اكسبلور اشوف ايه التالنتس بتاعتي، ايه الكويس عندي، ايه الوحش عندي، ايه بس الحاجات. this needs mentoring، محتاجه منتور. هي طبعا منتورنج. انا من الاشخاص اللي عايزه اقول لك حياتي كلها عندي منتور. برافو. بس دي برضو وعي، دي برضو awareness. في ناس اصلا لما تيجي تكلمهم في كونسبت المنتور ده يقول لا 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 يا عم، ما انا عارف اصلا وانا فاهم، وانت هيقول لي ايه يعني، ما انا شفت. يعني اولا هي بتحتاج humbleness ان انت تبقى اصلا تواضع تواضع. تواضع. انا بشوف ان التواضع ده على فكره بس بيوصل البني ادم لحاجات رهيبه. سر نجاح كبير قوي لو امم المتواضع ده. هو عكس الحاجات اللي بتحصل لك من الايجو. طبعا اوكي، يعني الايجو ده حقنه ابليس بسميها. بالظبط كده، برافو عليك، برافو عليك. وهو على فكره هو السر برضو في ان ناس كتير قوي بتقع بعد ما تنجح او ما تنجحش اصلا، او تفضل ناجحه بس هي اصلا مش واصله لحاجه برضو مع نفسها، واصله برضو لشكل كده خارجي. يعني تشوفه تلاقيه ناجح وكده، بس فيك. تيجي تتكلم معاه كلمتين تلاقي نفسك في من ده كتير 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 تلاقي قوي. نفسك عايز تجري يعني. فهي كومبينيشن كده. بس انا بحس برضو ان زي ما انت قلت انه العلاقه بتاعت البني ادم مع ربنا بتلعب دور اساسي جدا في ان البني ادم يبقى عنده جراوندنس ويبقى عنده فهم ويبقى عنده بس طبعا هو لازم بقى يشتغل عليها. يعني هو ربنا بيديك حته كده، اشتغل بقى يعني. احنا مش بنتكلم انك انت لازم تبقى يعني فاهم بايت في الجامع لا وبايت في لا، مش بتكلم الكنيسة، على هي دي، خالص بالعكس انا يعني. بتكلم على حاجات بس اساسيه هي في زي ما انت قلتي لازم يبقى عندك وعي واويرنس عن الاوتلاين اوف religion. مم. عشان والاوتلاين برضو اوف البيربز بتاعك. ما هو البيربز بتاعك ليه دعوه مش برضو هتعرفي غير لما تخشي بقى وتعوم وتعومي بقى. وتعوم بقى آه، شويه كده وتطلع تاخد نفس وتنزل آه، وكده لازم يعني. تعومي شوية. مم. بس finding your purpose دي حاجه كبيره قوي. يعني انه الواحد يقدر يفهم هو هنا ليه. ده في ناس بتتولد وبتموت متعرفش البيربس بتاعها ايه. لا، ولا عايز تعرف. ده في ناس مش عايزه اصلا الموضوع مش يعني مش في بالها. في ناس
يعني يعني مش عايز دول في أخش. حتة تانية، لكن في ناس زي ما انت قلت بتتولد وبتموت وهي مش عارفة البيربس بتاعها ايه وتايهة جدا جدا. أم، انا بأشفق عليهم قوي. مش عارفة، يعني مش عارفة ده this is the right word ولا لا، بس انا فعلا بحس ان انا يعني مش عارفة، حاسة اقول لهم طب ليه ما تحاولش تلاقي البيربس عشان بتاعك؟ they were not mentored or directed correctly. مم. غصب عنهم. الغلطة مش بتبقى عليهم، بيبقى غلطة حوالين الناس اللي حواليها. their loved ones around them who المفروض يبقوا بيساعدوا مم. kind of يعني. مم. البيئة المحيطة بالبني آدم مهمة جدا. أنا بشوفها من أهم الحاجات. ما زال لازم أقول لك البير بريشر اللي بيحصل في المدرسة والشغب بيحصل على كبر كمان برضو. ما هو البيئة اللي انت بتقعد فيها ما انت يا هتتلوث بيه يا اما هتنضف بيه. مم. ما في مقولة كده بحبها قوي اللي هي you are the product of the 4 or 5 people you spend the most time with. Yes, that's true. انت I know. فعلا انا عارف السينج ده. بحبها قوي لانه بحسها حقيقة. فعلا انت لما بتقعد مع ناس فترة معينة بتلاقي نفسك افكارك يعني لو انت برضو مش grounded قوي، يعني انت ممكن برضو ممكن تيجي في مرحلة في حياتك وتضطر تقعد مع ناس معينة او ناس كتير. بس maybe you were sent for a reason. بالظبط، دي حاجة تانية طبعا، دي حاجة تانية. بس قصدي ايه، ان الواحد لازم ياخد باله قوي قوي من البيئة المحيطة بتاعته هي مين وهو برضو بيتعامل معاها بس ازاي. انا معاكي في دي. وهو بيتعامل معاها ازاي وحاجات تانية كتير بقى السبورت سيستم بتاعك. انا دايما بقول انه it's very good ان انت تقف في وقت في حياتك وتاخد سكرين شوت كده من مين حواليك، اوكي، وتشوف انت حقيقي معاهم، هم حقيقيين معاك. لو انت رحت قلت سألتهم سؤال هيجاوبوك بصراحة ولا لا. لو they offered you help هتقول اوكي، ولا الايجو بتاعك هيقول لا انا مش محتاج help. يعني بقول you have to do some kind of a sanity check كده كل كام سنة وتفهم انت فين صح. ومحتاج ايه. لانه دايما الواحد في وسط الحياة وفي الكومفورت زون بتاعه بيقعد بقى في الكومفورت زون، في الدفا بقى بتاع الكومفورت زون ده ومش عايز Going back to what you were saying, أنا I advise برضو whoever، لأن أنا كنت أخدت بريك في حياتي تقريبا. عملت بوز. مم. عملت بوز سنة ونص تقريبا. السنة ونص دول كانوا إن أنا كنت قاعد بتفرج بس. مم. watching. You were forced to do it ولا انت اخترت تعملها؟ بصراحة I think I was forced عشان جت بعد الثورة على طول. مم. بعديها بسنتين actually. لا بس I decided. مم. لا، كنت ممكن تخش الظروف ما تعمل. كانتش سعادة طبعا، ف it gave me الكارج ان انا اخد الخطوة انه لا you know what انا هبوز. مم. انا هبوز شوية. عايز اعرف ايه الموضوع. وبعدين what did you عملت ايه بقى؟ reflection بقى, self reflection, self awareness, studying the market correctly, where to go, where to open up, where not to open up, how to get the financing, going to bank. يعني slowly بقى, slowly, مفيش استعجال. مم. الاستعجال ده sometimes puts us بطريقة in a position where بنندم على القرار اللي احنا خدناه. فبوز. ده زمان كنت بتعفرت لما كنت بخش في مثلا في حوار او خناقه او بتاع. I used to act instantly. مم. النهارده من كتر ما انا كنت بغلط اتعلمت. لو انا وانت دخلنا في an argument مش هرد. هتستنى. انا هستنى يوم او يومين هرد عليكي. مم. هرد بقى بهدوء and much maturely. مم. ف things like this taught me حاجات كتير جدا. برافو. طيب حاجة أخيرة بقى عايز تقولها للناس مثلا اللي هم they're interested to be entrepreneurs، أو من وجهة نظرك إيه الكواليتي، أهم كواليتي لازم تبقى عند الانتربرنور اللي هو ما يقدرش يسرفايف من غيرها؟ An entrepreneur needs to be a risk taker. مم. The number one, I think. And he has to have a vision. flexibility أنت قلت كمان.
passion, vision, risk taker and flexibility. Definitely. مم. 100 يعني بالتالي دول الأربعة المهمين قوي يعني that I can think of. من غير الأربعة دول هيتعب أو هتتعب. مم. ايه الليجاسي اللي انت عايز تسيبها، يعني عايز يتقال عليك ايه يعني؟ أنا زي ما أنا في الجامعة بقول أنا I want to put Egypt on the hospitality map. نفسي يعني لما أكبر الناس تقعد تقول ده غير الهوسبيتاليتي في مصر. انت خلاص عملت كده. لا it's not يعني أنا النهاردة من غير أقول أسامي يعني، بس في 2 مهمين أوي كبار في السن، مم. دول كانوا معي ايدلز. مم. عيبهم ان هم ما طوروش من نفسهم، مم. فعشان انا كده عارفه انا واحد منهم. اتعلمت عشان كده انا اتعلمت ان انا لازم اطور من نفسي. مم. بس I want to say one day when people talk about me انه الراجل ده he was a genuine and honest person and he changed the hospitality map in Egypt. فبس that's more than enough. I want my kids to be proud of me بس. they will be ان شاء الله. thank you أيمن so much. Thank اولا you. انا اتبسطت جدا في الانترفيو. Thank you ريم. وانا كمان انبسطت جدا، وقعدنا نتكلم كتير ونكسبلور بعض وبتاع وكلام من ده. yes. والكلمة مريحة، ميرسي جدا. لا thank you very much، ميرسي thank جدا you على الدسكشن ده، thank you ميرسي انا كمان وبست قوي. اوف لك على الانترفيوز اللي جاية او الدسكشنز اللي جاية في البودكاست. thank you so much. تابعوني على كل منصات البودكاست وعلى اليوتيوب وقولوا لنا ايه رأيكم في الحلقة.